الله جل وعلا إذا شكر فإنه يشكر على قدر جلاله وعظمته. فماذا تظن؟ يجازي بقليل العمل على قليل العمل بالأجر العظيم. إن علمت أن الله جل وعلا شكر لك على عمل واحد اتكل، لأن شكره ماذا؟ عظيم. ولن يعذب ربنا جل وعلا عبدا شكره في يوم. أعظم نعمة ينعم الله بها عليك أن تكون عنده معروف أنك من الشاكرين. أنت عبد شكور؟ قمت من الليل أيقظك ربك في جوف الليل فرجعت تنام مرة ثانية، اعرف أنك لست عبدا شكورا. ملك الملوك وأكرم الكرماء والذي من أسمائه أنه شكور، ماذا تظن أنه يعطيك إن تركت الشيء له؟ شكر الله. أن امرأة بغي زانية والعياذ بالله رأت كلب عطشان فأسقته الماء فغفر الله لها. تصورين؟ هل تصورتم الآن معنى الشكور؟ رجل ماشي في الطريق عند البخاري ومسلم، أماط شوك من طريق الناس فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له. هل تصورتم الآن من تعبدون؟ لمن تسجدون؟ من شكره أنه يعطيك فرصة تستغفر، تفعل الذنب الكبير العظيم 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 فتطأطئ رأسك ثم ترفع يدك تقول يا رب أستغفرك وأتوب إليك، اغفر لي. ما حد يسمعك فيغفر لك. قال الشيطان وعزتك يا رب لأغوين عبادك ما دامت أرواحهم فيهم، قال وعزتي لأغفرن لهم ما استغفروني. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ماذا تريد؟ إذا علمت ذلك فأوصيك بوصيتين. الوصية الأولى كن عبدا شكورا على قدر شكرك وطاعتك وعبادتك على قدر ما يعطيك الله. الفائدة الثانية المهمة لا تحقر من المعروف شيء. أسأل الله أن يدخلنا بهذا المجلس بالذات بفضله وكرمه وشكره الجنة.